واحده ست قاعده مع جوزها وقالت له عمرك شربت خمره؟ قال لها لا طبعا. قالت له يا راجل احكي عادي بجد والله ما هزعل. قال لها ما خلاص قلت لك لا. قالت له بالله عليك قولي الصراحه عمرك شربت خمره؟ فجوزها اتعصب عليها وقال لها اه شربت مره واحده بس. فضحكت وقالت له طيب ايه اللي حصل لك؟ قال لها جيت طلبتك من ابوكي. في راجل عنده هوس وشكاك قوي. المهم صحي الصبح عايز يكوي قميصه، فقال لنفسه انا لازم استلف المكوى من جارتنا اللي تحت. فراح فتح الباب ونزل اول درجه وقال لنفسه دلوقتي هتقول لي خلي بالك منها. فراح نزل تاني درجه وقال لنفسه هتقول لي ما تاخرهاش. نزل تالت درجه وقال دلوقتي هتقول لي دي مكوى يابانيه واوعى تكسرها. قام الراجل متعصب على الاخر ونزل لها وخبط عليها، واول ما فتحت له قال لها طز فيكوا وفي مكوتك. في راجل بخيل جلده ماسك التليفون وعمال يوصف بيته لواحد صاحبه، وقال له انت اول ما توصل هتلاقي عماره بابها ازرق، هتزق الباب برجلك اليمين وتدخل، بعد كده هتطلع اول دور ترن الجرس بكوعك الشمال. صاحبه قال له ليه ازق الباب برجلي وارن الجرس بكوعي؟ قال له ايه ده هو انت مش هتجيب معاك حاجه؟ في واحد معجب بجارته المطلقه قوي وهيموت ويكلمها. المهم في يوم من الايام لقاها بتتصل عليه وبتقول له انا زهقانه ونفسي اسهر بره. انت فاضي النهارده يا اخويا؟ الراجل اتبسط قوي وقال لها طبعا فاضي، او لو مش فاضي هفضي لك نفسي. قالت له خلاص تمام هعدي عليك النهارده بالليل اسيب لك العيال عشان مطوله بره شويه. في مدير اتصل على موظف من اللي بيشتغلوا في البيت، فمرات الموظف اللي ردت وقالت له مش فاضي بيغسل مواعين. قال لها طيب لما يخلص خليه يكلمني. المهم بعد ما خلص راح متصل بالمدير. المدير زعق له وقال له انت بتاخد مرتب على شغلك للشركه مش للمواعين لمراتك، فين الشغل بقى اللي طلبته منك؟ الموظف قال له والله الشغل خلصان من امبارح. المدير قال له ليه ما قلتليش؟ قال له والله يا فندم اتصلت عليك وقالوا لي بيمشي الغسيل ولما يخلص هيرن عليك، واديك رنيت اهو. في واحدة دخلت على محل مجوهرات شافت خاتم عجبها قوي، راحت ماسكاه وفضلت تتأمل فيه، وفجأة مرة واحدة راحت مزرطة. اتكسفت قوي وفضلت تبص حواليها وخايفة لا يكون حد سمعها، فعلشان تغير الموضوع سألت صاحب المحل الخاتم ده بكام؟ قال لا يا شيخة ده انت لما شفتيه زرطتي، خايفة اقول لك سعره تعمليه على نفسك. في 3 اخوات ركبوا قطر ومسافرين على بلدهم. المهم والقطر ماشي واحد فيهم طلع راسه من الشباك، جه قطر من الاتجاه المعاكس طياره. تاني واحد راح مطلع ايده وبرده جه قطر من الاتجاه المعاكس طياره، بس ده قعد يعيط ويصرخ. اخوه التالت قال له يعني اخوك راسه طارت وما سمعناش حسه، وانت اللي ايدك طارت عامل لنا دوشه. في ظابط اتصل برئيسه بالاسم وقال له حصلت جريمه قتل من شويه، ست بيت قتلت جوزها بالسكينه في قلبه، والسبب يا فندم كان تافه قوي، بسبب انه دخل البيت بجزمته وهي بتمسح البلاط قبل ما ينشف. قال له طب المهم قبضته على الست؟ قال له لسه سعادتك مستنين البلاط ينشف. في واحد كاوتش عربيته ضرب عند مستشفى المجانين. المهم فك الصواميل وحطها على جنب وجاله واحد سرقها. الراجل ما بقاش عارف يركب الكاوتش ازاي وقعد يفكر شويه وطلع له مجنون من شباك المستشفى وقال له مالك يا عمنا؟ قال له في واحد منه لله سرق صواميل الكاوتش. فالمجنون قال له خد من كل عجله صاموله وركب الكاوتش. قال له تصدق والله فكره، امال اللي حاطينك في المستشفى؟ قال له يا عم انا مجنون مش حمار. في دكتور في الجامعه وهو بيشرح المحاضره سمع صوت سفير، فسال الطلاب وقال لهم مين صفر؟ محدش رد عليه. الدكتور رجع يشرح وسمع صوت سفير تاني، فقال له الطلاب مين صفر؟ برضه محدش رد عليه. فراح حاطط القلم وقفل الدفتر وقال لهم خلصت محاضره بس هحكي لكم قصه. في يوم من الايام ما جاليش نوم، قلت انزل افول العربيه بنزين واضيع وقت. المهم بعد ما فولتها وراجع لقيت بنت حلوه قوي واقفه على الطريق، فوقفت قدامها وقلت لها محتاجه توصيله؟ قالت لي اه يا ريت. المهم وصلتها واعجبت بيها جدا وخدت رقمها وعرفتها اني دكتور في الجامعه. فلقيتها بتقول لي حبيبي ممكن اطلب منك طلب صغير؟ قلت لها انت تأمري. قالت لي اخويا بيدرس عندكم في الجامعه خلي بالك منه، وراحت مدياني بوسه. فقلت لها اسم اخوك ايه؟ قالت لي مش هقول بس هو بيحب يصفر على طول. شويه وكل اللي في المحاضره قعدوا يبصوا على الطالب اللي صفر، فالدكتور شافه قال له قوم يا حلو قوم. في طيار قبل ما يطلع بالطياره فضل يرحب بالركاب في الميكروفون ويقدم لهم النصايح، وفجاه مره واحده صوت وقعد يقول يا ساتر يا رب معقوله المصيبه دي تحصل؟ الركاب كلهم بقوا في حاله صمت لا حس ولا خبر. شويه والكابتن خرج للركاب وقال لهم انا اسف يا جماعه، المضيفه كبت عليها كوبايه الشاي وبهدلت بنطلون الابيض من قدام. واحد من الركاب زعق وقال ابوك على ابو بنطلون، تعالى شوف بنطلوناتنا واللي حصل فيها من ورا ومن قدام. في راجل ومراته راكبين ميكروباص ومراته دي اصلا حامل. المهم جوزها شايل علبه بسبوسه وراح فاتحها وابتدى ياكل مراته، وهي تقول له مش قادره يا محمود ماليش نفسي يا محمود. محمود ما سمعش كلامها وراح حاطط لها حته في بقها وقال لها عشان خاطري وعشان البيبي يطلع عسل زيي. المهم الست كلتها من هنا ومفيش دقيقه وراحت مرجعه على قفا الراجل اللي قدامها. الراجل بص لجوزها وهو زعلان ومتعصب قوي وقال له ما قالت لك مش عايزه يا محمود، يا عمتين اهلك يا محمود.
في شاب دخل مطعم لقى بنت قاعده لوحدها، فرح لها وقال لها ممكن اقعد معاكي؟ راحت البنت بعلو صوتها قالت له انت ازاي عايز تقضي ليله معايا؟ انت مجنون. كل الناس اللي في المطعم بصوا على الشاب وهو من كتر الاحراج راح قاعد على ترابيزته وهو مصدوم. بعد دقيقتين بالظبط البنت قامت وراحت للشاب وقالت له انا بدرس علم نفس وكنت عايز اعرف شعورك ايه لما تتحرج. راح قايل لها بصوت عالي $3000 في الليله الواحده كتير. كل الناس اللي في المكان بصوا للبنت باستحقار. بعد كده الشاب همس لها في ودنها وقال لها انا بقى محامي واعرف ازاي اقلب القضيه لصالحي. في راجل مسافر راح متصل على ابنه وقال له ايه اخبار البيت وانا مسافر؟ ابنه قال له كل حاجه 100 100 ما تقلقش، بس حصلت حاجه بسيطه. ابوه قال له ايه اللي حصل؟ قال له عصايه المكنسه اتكسرت. ابوه قال له بس كده ولا يهمك، بس ايه اللي كسرها؟ قال له يا بابا اكيد انت عارف ان البقره لو وقعت على اي حاجه بتكسرها. ابوه قال له انت تقصد بقرتنا؟ قال له اه. قال له طب ايه اللي حصل؟ قال له يا بابا كانت هربانه وهي خايفه فوقعت على عصايه المكنسه وكسرتها. ابوه قال له يا ابني المهم البقره حصل لها حاجه؟ قال له ماتت. ابوه قال له ايه ماتت؟ وهي كانت بتهرب خايفه من ايه؟ قال له لا يا بابا هي كانت بتهرب خايفه من حريقه. قال له حريقه؟ حريقه ايه؟ قال له يعني مفيش حاجه بس بيتنا اتحرق. ابوه قال له اتحرق من ايه؟ قال له اخويا الكبير الله يرحمه هو السبب. ابوه قال له اخوك مات ازاي؟ قال له كان بيدخن سيجاره وقعت حرقت البيت وهو كان جوه البيت. ابوه قال له ايه اخوك كان بيدخن سجاير؟ قال له يا بابا كان بيدخن سجاير عشان ينسى حزنه. قال له حزن على ايه؟ قال له على ماما الله يرحمها. قال له هي امك كمان ماتت؟ والراجل وقع من طوله ومات في ساعتها. الواد قال له بابا ما تعملش في نفسك كده يا حبيبي فداك الف مكنسه. في واحد مخنوق ومتضايق ونزل يتمشى على البحر. المهم هو بيتمشى على البحر لقى ازازه راح واخدها وفاتحها، طلع له منها عفريت قال له شبيك لبيك تطلب ايه؟ قال له انا خاطب بقالي 5 سنين وعايز اتجوز ومش لاقي شقه فعايزك تجيب لي شقه. العفريت راح لطش بالقلم وقال له هو انا لو كنت لقيت شقه لنفسي كنت نمت في الازازه دي السنين دي كلها. في مدرس دخل محل خضار وفاكهه واول ما صاحب المحل شافه راح جايب له كرسي وقال له اتفضل اقعد، وراح معبي له 2 كيلو من كل نوع وقال له والله ما هتدفع حاجه وهوصلك كمان بعربيتي. المهم هم في الطريق قال له عرفتني يا استاذ؟ قال له لا يا ابني انت مين؟ قال له زمان لما كنت في المدرسه كنت انت بتدرس لي ورحت في حصتك وقفتني عشان اجاوب وانا ما عرفتش وقمت ضاربني عشان انا ما بفهمش، ومن بعدها انا اتعقدت وهربت من المدرسه وبطلت تعليم، والحمد لله دلوقتي بقى عندي 3 محلات خضار وفاكهه ومزرعه فيها 500 راس خروف و50 بقره. قال له ها يا استاذ افتكرتني؟ الاستاذ قال له يا ريتني كنت هربت معاك. في مدير قال للموظف بتاعه شايف الحمار اللي هناك ده؟ قال له اه ماله؟ قال له روح له خليه يضحك واديك زياده في المرتب. راح الموظف فعلا للحمار وخلاه يضحك، فالمدير اتحداه اكتر وقال له روح له خليه يعيط واديك ضعف المرتب، وفعلا الموظف راح وخلاه يعيط. المدير قال له اخر طلب خليه يهرب وهرقيه، وفعلا الموظف راح وخلى الحمار يهرب. المدير بقى مستغرب وقال له بص انا هرقيه وهديك ضعف المرتب مرتين بس قول لي انت اقنعته ازاي؟ قال له يا سياده المدير اول مره قلت للحمار انا شغال موظف فضحك، في تاني مره قلت له ان مرتبي $100 في الشهر فعيط، في تالت مره قلت له ايه رايك بقى تتوظف مكاني فهرب. في واحد مصري راكب طياره وقعدت جنبه بنت حلوه قوي اجنبيه شويه، والبنت قالت له طلع كل اللي معاك وبالاخص تليفونك والا هصوت واجيب لك الشرطه واقول لهم انك بتتحرش بيا. المصري راح مشغل دماغه وراح مطلع ورقه من جيبه وكتب عليها انا اخرس واطرش وما بسمعش فاكتبي كل اللي انت عايزاه هنا عشان افهمك. البنت وقعت في المصيده وراحت كاتبه اللي هي عايزاه، راح هو واخد منها الورقه وحطها في جيبه. بعد كده قال لها تصرخي تصوتي اعملي اللي انت عايزاه، دليل براءتي في جيبه وبخط ايدي. لسه ما اتخلقش اللي يضحك على واحد مصري. في ارنب ماشي في الغابه لقى زرافه بتشم هيروين فراح لها وقال لها ليه كده؟ تعالي نجري في الغابه وسيبك من القرف ده. مشي شويه لقى الفيل بيشرب بانجو فالارنب راح له وقال له ليه كده؟ تعالى نجري في الغابه وسيبك من القرف ده. المهم الارنب خدهم وجري كلهم وشافوا الاسد بيضرب حوام ماكس. لسه الارنب هيكلمه راح الاسد ضربه وقال له هو انت يا ابن الكلب كل ما تضرب ترامادول تجري الغابه وراك؟